الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض محشي الكرنب، وهتشوف الأول هنسلق الكرنب الأول وبعدين نحضر بقية الحاجات مع بعض. خليكم معانا ونشوف سلقه بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. الأول هنشيل عايزة اظبط الكاميرا عشان تطلع انا بعمل ازاي قلب الكرنبة. شلت الراس بتاعتها اهي، في جواها بقى عنق كده ماسك الاوراق كلها، هشيله اهو وبعدين هنزلها في الميه. يلا كده مع بعض بقى، نروح عند الميه. بنحطها على وشها كده، نخلي وشها لتحت ونغطيها ونسيبها بس كده تغلي غلوة، وبعدين نبدأ نفرغ الورق. بصوا بيطلع بسهولة، بشيله بايدي واحطه في ميه ساقعه علشان ما يستويش اكتر من اللازم. لما نوصل ان احنا نلاقي الكرنبه لازقه كده مش راضيه تطلع في ايدينا، نسيبها نغطيها تاني. حضرت بقى نسيبها الطماطم، حضرت البصل، عملتهم في الكبه وكده. ونجيب الثوم بتاعنا ونجيب الحله ونعمل بقى الصوص. هنعمل بقى صوص الطماطم والبصل اهو. الحله سخنت، هحط بس قطعه زبده، زيت، زيت ذرة، هنزل بالبصل. نشوف بقى البصلة بقى شكلها ازاي. هي بدأ لونها يتغير خفيف وبتبقى شفافة كده، مش لازم تتحمر. بعدين هنحط لها بقى توم حوالي معلقة، يعني معلقة انا مفرزاه، معلقة كبيرة. نشوف هنضيف ايه بقى للبصل والطماطم. بعد ما حطيناها هحط حوالي نص معلقة كاتشب عشان بتخلي طعم الطماطم حلو، ومعلقة كبيرة اهيت، معلقة اكل مليانة من معجون الطماطم الصلصة. وكمان هنحط بقى معلقة ملح، معلقة اللي هي اللي بنقلب بيها الشاي دي، معلقة ملح وفلفل وكمون حسب ذوقكم. لو عايزين تزودوا حاجة من دي زودوا، ولما بندوق طعم الخلطة بعد ما بنخلصها عايزين نزود بنزود، مش محتاجة خلاص كده. هنسيبها بقى تشتغل مع بعض تغلي لحد لما تنشف وتسبك. نبتدي بقى نحط بقية الخضرة والخلطة بتاعتنا وهنشوف مع بعض بحيث يطلع معانا بشكل مثلث. ونحاول نظبط زي اللي بتفصل قماشة كده، يبقى بشكل مثلث بالشكل ده او ده كده مثلث. كل الكمية نعملها بالشكل ده، وما نرميش الحاجات اللي هنطلعها اللي هي العروق دي، نحافظ عليها عشان هنحط نقي منها، نحط في قاع الحلة عشان لو لا قدر الله شاط مننا حاجة بسيطة ما تشطش المحشي ويبقى طعمه او ريحته مش حلوه. دي ربطة شبك، 2 بقدونس وواحدة كزبرة على كرنباية. غسلنا الرز، هنحط الرز بقى. عملت 3 كوبايات، هنحط عليهم الصوص والخضرة.
ادي الخضره كمان. ده الكرنب بعد ما قطعته في ورق كده شكله مش عاجبني، فهحطه في الحله من تحت. وبعدين الخلطه عملتها اهي، ادي الخلطه خلصتها ودقتها، لما عايزه ملح حطيت لها، كل واحد براحته. وبعدين هبدا اوريكم في الطبق بقى هنحشي ازاي عشان يبقى سهل معانا ويخلص بسرعه، مش هياخد منكم حاجه خالص. هنبدا بقى ايه، نحط الورق في الحله. دي ورقه كبيره اهي، نحطها كده عشان لا قدر الله حصل اي شياط اي حاجه. الحله رقيقه، الحاجات اللي قلت لكم خلوها ما ترموهاش، يمكن نحتاجها. بعدين نبدا نحشي بقى، ماشي اهو. هنحط كده الورقه اللي هي قلنا خلاها مثلثات، بعدين نقفل من الناحيه دي، نقفل من الناحيه دي، وبعدين نطويها بالراحه، ما نشدهاش قوي علشان ما تتقطعش. مقفوله بناحيتين عشان ما اطلعش الرز يعني. بصوا اوريكم كام واحده كده وبعدين نكمل انا لوحدي بقى. يا رب يكون واضح. كلهم متساويين بشكل واحد، مفيش واحده اكبر ولا اصغر يعني. نسيت اقول لكم ان احنا ممكن واحنا بنحشي نخلي الناحيه الخشنه دي جوه مش ناحيه بره، ماشي. انا بحب احشي على ايدي اصلا زي كده، ده ممكن وده ممكن اهو. واحده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خلصت المحشي، هبدا انا شايله، لازم نشيل شويه من الصلصه اللي احنا عملناها للمحشي ونضيفها على الشوربه كده وقت ما كنا نعمل عشان تدي لون حلو وطعم حلو لورق الكرنب. وبعدين انا حضرت الشوربه، حطيت عليها الصلصه زي ما شفتوا اللي اتفضلت، او لازم نبقيها مش اللي اتفضلت. ما بنكترش قوي للكرنب، بنخليه باين كده، يبقى باين كده، ما نغطيهوش. ليه؟ علشان هو اصلا الكرنب جواه ميه، الورق الكرنب جواه ميه. وهنجيب بقى طبق وهنحطه كده ونخلي المحشي يغلي على نار عاليه بقوه لحد لما الميه دي تبدا تختفي وتنزل تحت. هنوطي على درجه واطيه جدا على اللو ونسيبه بقى كده. احنا خلصنا المحشي بتاعنا، هنسيبه بقى لما يغلي خالص خالص على درجة عالية، نوطي خالص. والطبق ده هنشيله بقى لما يبطل غليان، او انا حاطاه ليه عشان ورق المحشي اللي فوق ده هيتفتح من كتر الغليان، ماشي. هتشوفوه بقى بعد ما يخلص. الكرنب بعد ما خلص، بعد لما بطفي عليه خالص، بجيب معلقة زبدة واسيحها في الطاسة واقدحها خالص وارشها على وش المحشي بعد ما خلص خالص في الحلة. ولما غرفته كده قدمته مع جناح الفراخ بالعسل والهات صوص، وطبعا لحمة او فراخ زي ما تحبوا عشان الشرب. وبالهنا والشفا.